ازيكم وعاملين ايه؟ والنهارده ميعادنا بقى مع فيديو ترشيحات افضل موبايل تشتريه للالعاب في الفئه المتوسطه ل 2024. في صحيح موبايلات كتير نزلت ولكن مش هتلاقوها في الفيديو ده لان اكيد استبعدتها يعني، لاني بصراحه مركز في الفيديو ده على المعالج لان هو اللي هيدينا تجربه الالعاب المحترمه اللي احنا بندور عليها. للاسف في بدايه الفيديو لازم اديك تنويه بسيط كده ان الفئه المتوسطه عندنا الحمد لله في مصر بقت لحد 20000 و21000 جنيه، فانا دلوقتي في فيديو النهارده بديك ترشيحات تقريبا من 13000 ل 20000 جنيه، تزيد سنه صغيره تقل سنه صغيره في الرينج ده. لو عايزين ترشيحات لموبايلات اغلى من كده اكتبوا لي تحت في التعليقات، وبرده لو عايزين ترشيحات لموبايلات ارخص من كده اكتبوا لي برده تحت. ولكن الموبايلات اللي هنتكلم عنها النهارده دي هي احسن موبايلات تديك تجربه العاب. طب وكفايه مقدمه لحد كده، وعايزك بقى تفرد ظهرك معايا لان في موبايلات كتير قوي في الفيديو ده. ولكن طبعا انا في نهايه الفيديو مش هسيبك محتاس وارتب لك الموبايلات دي من وجهه نظري لو انا رايح اشتري. وفي البدايه طبعا بفكرك اللايك بتاعك الجميل وتشترك في القناه انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول. احنا خلاص قربنا على الربع مليون، ويلا بينا على ترشيحات افضل موبايل للالعاب. طيب وللي ما يعرفنيش او اول مره يشوفني، فنظام الترشيحات بتاعي بيكون كالتالي: همسك لك شركه واقول لك افضل موبايل للالعاب عند الشركه دي، وبعد ما هقول لك على الموبايل ومميزاته وعيوبه هقول لك بقى انا هسيبه في الترشيحات ولا اطلعه. ونبدا بقى باول شركه معانا وهي شركه هواوي او هواوي زي ما تحبوا تسموها. حاولت اعمل نفسي مش شايف انها بتيجي من غير خدمات جوجل وادور كده على اي موبايل بيجي بمعالج محترم من هواوي، والحقيقه اني ما لقيتش اي موبايل يذكر. فشركه هواوي في بدايه الفيديو كده مع السلامه بره الترشيحات خالص. تاني شركه معانا وهي الاخت الصغرى لهواوي بقى شركه اونر. عندنا منها الاونر 90. استبعدت الاونر اكس 9 اي والاكس 9 بي لانهم اضعف في المعالج، واخترت الاونر 90 اللي بيجي لنا بمعالج من كوالكوم ولا سناب دراجون 7 جن 1. المعالج ده بيحقق اكتر من 700000 نقطه على منصات اختبار الاداء، ومن الاخر المعالج ده هيكون مثالي للعب على 60 فريم، اكتر من كده ما اظنش. تاني ميزه في الموبايل الشاشه الكيرفد اموليد بتاعته اللي ممكن يتقال فيها اشعار اللي بتيجي بتردد 120 هرتز، وسطوع تلقائي بيوصل ل 1600 نتس او 1600 شمعه، وده رقم محترم جدا، مع كمان بي دبليو ام بيوصل ل 3840 هرتز. واللي ما يعرفش الكلام الغريب اللي انا بقوله ده من الاخر بيقلل بنسبه كبيره جدا الاجهاد على العين اللي بيحصل لما تمسك الموبايل لفترات طويله. الرقم ده طبعا كل ما يعلى كل ما يكون احسن لعينك. ثالث حاجه كاميرا خلفيه محترمه قوي في الفئه السعريه دي بدقه 200 ميجا بكسل، مع وجود كاميرا 12 ميجا بكسل خاصه بالالترا وايد او التصوير الواسع، وكاميرا سيلفي بقى محترمه قوي بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل، من احلى كاميرات السيلفي الموجوده في الفئه السعريه دي كلها. رابعا بطاريه عملاقه بسعه 5000 ملي امبير اور، وشحن سريع جدا موجود جوه العلبه بيجي بقدره 66 واط، بقول لك جوه العلبه لان في شركات طلعت الشحن من العلبه خلاص. خامسا الجهاز ده بيدعم كل المستشعرات الموجوده، سواء مستشعر تقارب او المكالمات، مستشعر اضاءه، جيروسكوب، كله. ولكن للاسف عيوب الجهاز ده: اولا الجهاز ده بيجي بسماعات مونو سبيكرز مش ستيريو سبيكرز، يعني لو انت بتلعب بقى انسى حته الصوت المحيطي دي ان الصوت يطلع لك من اليمين والشمال وتاخد تجربه صوتيه مجسمه كده، الكلام هنا مش موجود. تاني عيب الجهاز بالكامل من البلاستيك، مفيش اي لمسه فنيه كده. تالت حاجه الكاميرا الخلفيه هنا ما فيهاش مثبت بصري او اي اس يمنع لك الاهتزاز في الصور او الفيديوهات اللي بتصورها. والجهاز ده سعره الاعلى نسخه ال 512 مساحه تخزين و12 جيجا بايت رام ب 20000 جنيه مصري، وطبعا انا هكتب لكم الاسعار بالدرهم وبالدولار لاخواتنا اللي بيشوفونا من بره مصر. طيب تقول لي يا عم عمر انت هتشتري الجهاز ده من الاخر يعني لو انت بتشتري؟ هقول لك الصراحه لا، لان في موبايلات كتير جايه هتقدم لنا معالج اقوى من ده بكتير، فايه اللي يخلينا اشتريه؟ ولكن مش طلعوا بره الترشيحات لان الموبايل برده لا زال كويس للناس اللي بتحب هواوي او اونر. ثالث شركه واللي هتحصل هواوي في انها تخرج بره هي شركه نوكيا. ما اعرفش مين في 2024 لحد دلوقتي يعني بيدور على موبايل من نوكيا، يعني لو انت واحد من وسط ال 8 مليار اللي عايشين معانا على الكوكب ده وبتدور على نوكيا، فعايز اقول لك انسى خلاص، فوق من الوهم ده، شركه نوكيا راحت عليها نهائي. رابعا الشركه اللي عندها موبايل كويس بصراحه في الفئه دي هي شركه فيفو، واللي راجعه بقوه للسوق المصري بالفيفو في 30. لو عايزين مراجعه كامله ليه اكتبوا لي تحت في التعليقات، وان شاء الله احاول اجيب الجهاز ده قريب قوي على القناه بحيث نشوف مميزاته وعيوبه وتجربه الالعاب عليه وكل الكلام ده. المهم الجهاز ده بيجي بالسناب دراجون 7 جن 3، معالج بيحقق 800000 نقط اداء، وبصراحه المعالج ده قادر على انه يشغل لك الالعاب على 90 فريم. في حته ان في العاب كتير مثلا مش فاتحه 90 فريم على الموبايل ده مش معناه ضعف نهائي من المعالج، لان المعالج ده محترم، فانت حته ملف صغير او جي اف اكس تولز تقدر تلعب ببجي على 90 فريم مستريح. تاني حاجه شاشه كيرفد اموليد منحنيه كده والوانها ممتازه، وسطوعها برده ممتاز بيوصل ل 2800 نتس او 2800 شمعه، ولكن الفعلي 1250، واللي بالمناسبه لا يزال رقم ممتاز برده. كاميرا خلفيه ممتازه بدقه 50 ميجا بكسل فيها مثبت بصري او اي اس، مع كمان كاميرا الترا وايد بريزوليوشن برده ممتاز بيوصل ل 50 ميجا بكسل برده، فدي تقريبا احسن كاميرا الترا وايد في الفئه السعريه كلها، مع الفلاش الجديد اللي فيفو عاملاه اللي بيغير حراره الاضاءه بتاعته حسب الظروف اللي انت بتصور فيها بحيث يحسن لك جدا تجربه تصوير البورتريهات بالليل. بطاريه عملاقه بسعه 5000 ملي امبير اور، وشاحن صاروخي بقدره 80 واط بيشحن لك الجهاز بالكامل من 0 ل 100% في حوالي 40 دقيقه تقريبا، مع دعم كامل لكل المستشعرات الموجوده، مع تصميم مميز في الفئه السعريه دي واللي بيجي بظهر من الزجاج مش من البلاستيك عكس اغلب الاجهزه الموجوده، واللي بيدي ماسكه افخم بصراحه، مع سمك نحيف 7.5 ملم ووزن خفيف 186 جرام. فاي حد بيحب الموبايلات الخفيفه والرفيعه دي او اي حد بيهتم عامه بجزئيه التصميم فالموبايل ده اكيد هيعجبك. ولكن عيوب الجهاز برضو: اولا بيجي بمونو سبيكرز، السماعات هنا برضو احاديه مفيش ستيريو سبيكرز ولا اي صوت محيط،
صيتي واللي بيفرق معانا في الالعاب. تاني حاجه ما عندكش منفذ 3.5 مللي لتركيب السماعات السلكي، هتحتاج يا اما تركب كونفرتر او وصله او تستخدم بقى سماعات بلوتوث. بس طبعا اتاكد انها لازم تكون سماعه نظيفه عشان ما يبقاش في اي لاج او تاخير في الالعاب. والجهاز ده سعره النسخه ل 256 جيجا مساحه تخزين و12 جيجا بايت رام حوالي 20900 جنيه دلوقتي. ممكن قدام شويه سعره يقل لحد ال 20000 جنيه، ولكن لحد ال 20000 فهو جهاز منافس جدا جدا في الفئه دي، ففيفو هخليه. خامس شركه معانا وشركه اوبو، واللي عندي فيها موبايلين، والحمد لله اوبو اخيرا مش تطلع من الترشيحات لانها جايه بموبايلات شرسه في الفئه دي. اول جهاز هو الخيار الاقل سعرا، هو الاوبو رينو 11 اف، واللي بيجي بمعالج من شركه ميديا تك وهو الدايمنسيتي 7050، واللي هناخد هنا تجربه اداء اقل شويه من كل الموبايلات اللي عمالين نقولها من شويه دي، ولكن طبعا ده هينعكس على السعر. بيحقق 610000 نقطه، الجهاز ده يشغل لك كل الالعاب على 60 فريم ولكن هتحتاج تقلل الجرافيكس شويه للميديوم او اللو، ولكن هتاخد 60 فريم مستقرين. لو عايز مراجعه كامله للجهاز ده فهسيبها لك في الراي اللي فوق هنا. تاني حاجه شاشه اموليد، بصراحه الوانها كويسه مع تردد 120 هرتز، وسطوع تلقائي بيوصل ل 1100 شمعه، ولكن الفعلي حوالي 950 في الرينج ده، واللي بالمناسبه اقل بكتير من المنافسين اللي عاملين نقول عليهم دلوقتي. تالت حاجه كاميرا خلفيه كويسه نوعا ما، بتيجي بدقه 64 ميجا بكسل، وكاميرا سيلفي بدقه 32 ميجا بكسل. تجربتها بصراحه كانت كويسه قوي معايا، مع البطاريه العملاقه اللي بتيجي بسعه 5000 ملي امبير اور والشحن السريع اللي بقدره 67 واط، فالجهاز ده بيشحن بالكامل في حوالي 50 ل 52 دقيقه بالظبط، مع دعم كامل برضه لكافه المستشعرات الموجوده، مع وجود معيار حمايه واي بي ريتنج واللي هو الاي بي 65، وده بيخلي الجهاز مقاوم لطرطشه الميه ومقاوم للغمر، او لو وقع منك في تراب في الصحراء في اي حته رمليه ما تقلقش عليه نهائي، مش هيحصل له اي حاجه ان شاء الله طبعا. ولكن نفس العيوب اللي عمالين نكررها، اولا سماعات هنا مونو سبيكرز مش ستيريو سبيكرز، مفيش منفذ 3.5 مللي لتركيب السماعات، ومفيش او اي اس او مثبت بصري يمنعنك الاهتزاز في الصور والفيديوهات. ولكن الكلام ده مقبول لان سعر الجهاز ده حاليا 12600 جنيه مصري للنسخه 256 جيجا و8 جيجا بايت رام، فمش هقدر اقول لك الجهاز ده سيء، لا بالعكس ده من افضل الخيارات الموجوده في الفئه السعريه دي اللي هي 12 ونص دي. فبصراحه العيوب دي ما اقدرش اقول لك عيوب كارثيه او عيوب وحشه على الجهاز ده، بالعكس لان الجهاز ده قصاد السعر ده هو افضل جهاز تقريبا للالعاب ممكن تشتريه ب 12000 جنيه. ولكن لو عندك القدره انك تشتري من بره مصر من السوق الاماراتي مثلا او السوق السعودي فاستنى لان في خيار اقوى بكتير. تاني جهاز من اوبو، وده بقى يا اما تشتريه مثلا مستعمل او كسر زيرو من حد، او لو لقيته بيتباع جديد فالحق اشتريه. الجهاز ده هو الاوبو رينو 10 برو بلس. بنتكلم عن معالج قوي جدا جدا في الفئه السعريه دي، السناب دراجون 8 بلس جين 1. هو مش الاقوى خلي بالك، في موبايلات جايه اقوى منه، ولكنه سفاح يشتغل 120 فريم على اعلى جرافيكس، مش هيقول لك لا، لان بنتكلم هنا عن 1,300,000 نقطه اداء، فصباح الفل. تاني حاجه شاشه اموليد ممتازه بسطوع بيوصل ل 1400 نتس او 1400 شمعه، فالشاشه هنا بصراحه عالميه. ولو عايز برده مراجعه كامله للجهاز ده سيب لك اللينك في الاي اللي فوق هنا او هنا، مش عارف هيظهر لك فين بالظبط. تالت حاجه الكاميرا الخلفيه اللي بدقه 50 ميجا بكسل من شركه سوني، مع وجود مثبت بصري او اي اس، وكاميرا ثانيه كمان بدقه 64 ميجا بكسل بتعمل لك 3 اكس اوبتيكال زوم، تقدر تصور بيها بقى بورتريهات جميله كده، او تعمل زوم لحد 120 اكس وفيها برده او اي اس او مثبت بصري. رابعا بطاريه بسعه 4700 ملي امبير اور، وشاحن بقدره 100 واط بيشحنك الجهاز من 0 ل 100% في حوالي 23 دقيقه بس، فهنا جنون يعني. تلعب تخلص لعب الجهاز يفصل منك، اشحن في 20 دقيقه لحد 100%، العب تاني 5 6 ساعات كمان. خامسا دعم لكل المستشعرات الموجوده، وسادسا بقى اخيرا سماعات ستيريو، الصوت بيطلع من تحت ومن فوق. هناخد هنا اخيرا تجربه صوتيه محيطيه كده وجميله. ولكن للاسف الحلو ما بيكملش، الجهاز ده اولا ما فيهوش فتحه 3.5 مللي لتركيب السماعات، ولكن ده مش عيب جامد قوي، ولكن العيب الرخم ان الاداء البطاريه هنا بصراحه مش هقول لك كارثي، ولكنه اقل بكتير من المنافسين. الجهاز يقضي اليوم بالعافيه ويشتغل معاك العاب برده لحد 5 ساعات، ولكن احنا بنتكلم هنا دلوقتي عن منافسين وفي شركات كتير والكلام ده، فهو قصاد المنافسين دول هو اضعف اداء بطاريه فيه. والجهاز ده سعره قاعد ينزل ل 18000 جنيه وبعدين رفع تاني ل 21000 جنيه، فزي ما تلاقيه بقى جديد في الرينج ده هاته، ولكن لو تعرف تجيبه مستعمل لحد مثلا 18000 17000 خيار ممتاز. سادس شركه بقى وهي الحصان الاسود اللي في الترشيحات دي، هي شركه انفينكس. والحصان الاسود دي اللي ما يعرفش المثل ده والكلمه دي فدي حاجه حلوه مش وحشه. الجهاز اللي رشحه بشده 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 واللي هيقدم لنا احسن قيمه قصاد السعر في جزئيه الالعاب هو الانفينكس الجي تي 20 برو. الجهاز ده بيجي بمعالج ممتاز من شركه ميديا تك وهو الدايمنسيتي 8200 الترا، اللي بيحقق اكتر من 900,000 نقطه اداء على منصه اختبار الاداء الانتوتو بنش مارك. وبالمناسبه الجهاز ده بيجي كده جاهز تنزل لعبه ببجي هتلاقي خيار ال 120 فريم مفتوح لك على طول، لا هتحتاج ملفات ولا برامج خارجيه ولا اي حاجه. صحيح مش المثالي اللي هيحافظ لك على ال 120 فريم لحد طول الجيم، ولكن على الاقل هتلعب يا عم اضعف الايمان على 100 ثابتين
حد لاقي، خصوصا لما تعرف سعره قدام. تاني حاجه شاشه اموليد، وهي الوحيده من نوعها اللي بتيجي بتردد او ريفريش ريت 144 هرتز، وده طبعا مثالي في الالعاب. مفيش العاب هتديك فريمات اكتر من 120 زي بابجي مثلا، ولكن 144 هرتز يعني سلاسه اكتر من كل المنافسين. وسطوع بيوصل ل 1300 نتس او 1800 شمع، وده برده رقم محترم. تالت حاجه بقى كاميرا خلفيه عاديه بدقه 108 ميجا بكسل، سنسور قديم قوي ولكن فيه OIS او مثبت بصري. ورابعا بطاريه 5000 ملي امبير اور وشاحن بقدره 45 واط، مش الاسرع في الفئه السريعه دي ولكنه يصنف سريع برده. خامسا دعم لكل المستشعرات الموجوده. وسادسا ستيريو سبيكرز او صوت محيطي اتعمل بالتعاون مع شركه JBL الشهيره جدا في تصنيع الساوند سيستمز والسبيكرز، فهتاخد تجربه صوت محيطيه هنا على الجهاز ده ممتازه. وسابعا تصميم روش كده مناسب قوي للجيمنج بقى بالوان RGB، فهو ده تصميم الجيمنج المثالي. ولكن عيوبه بقى الاخرى غير تجربه الالعاب، اولا ما عندكش كاميرا خاصه بالالترا وايد او التصوير الواسع لمن يهمه الامر، كاميرا سيلفي متواضعه نوعا ما، ومفيش طبقه حمايه معلنه على الشاشه. يعني هتحتاج اول ما تجيب الجهاز ده، اول ما تطلعه من العلبه كده، تركب له على طول سكرين بروتكتور او طبقه حمايه، لا قدر الله يتخدش منك ولا يتكسر ولا حاجه هتزعل. وسعر الجهاز ده للاسف قالت الدنيا عليه في مصر مش لاقيه، ولكن سعره في السعوديه 1100 ريال سعودي، يعني بتحويله بسيطه كده بالمصري حوالي 13000 جنيه. فلو لقيت او تعرف اي حد يجيبه لك من السعوديه او من الامارات بالسعر ده، فطبعا سعر لقطه وجهاز ممتاز. سابع شركه معانا وهي شركه ريلمي، واللي عندها برضو جهازين في الفئه السعريه دي. اول جهاز انا اخترته هو الريلمي 12 بلس، لان الجهاز ده بيجي بالمعالج الشهير الدايمنسيتي 7050 اللي لسه قايلينه من شويه في الرينو 11 اف، شاشه اموليد وبسطوع بيوصل ل 2000 نتس او 2000 شمعه ولكن الفعلي حوالي 1150، كاميرا خلفيه بدقه 50 ميجا بكسل بمستشعر من شركه سوني، وبطاريه 5000 ملي امبير اور وشاحن سريع بقدره 67 واط بتتشحن بالكامل زي ما قلنا في 50 دقيقه تقريبا، ودعم لكافه المستشعرات الموجوده، وستيريو سبيكرز او صوت محيطي. ولكن عيوبه قريبه قوي من عيوب الانفينكس. اولا الكاميرا السيلفي ادائها ضعيف شويه، وكمان اخرها في تصوير الفيديو في الكاميرا السيلفي 1080p بس، ما بتصورش 4K. وتاني مشكله برده مفيش طبقه حمايه معلنه على الشاشه. والجهاز ده سعره النسخه 256 جيجا مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام ب 13000 جنيه بالظبط. هسيبه ولا لا؟ هسيبه، لانه برده من احلى الموبايلات الموجوده في سعر 13000 جنيه في حاله انك ما عرفتش تجيب الانفينكس. ولكن ده طبعا يكتسح الانفينكس في الكاميرا الخلفيه. ولكن عشان نكون متفقين، الكلام اللي انا بقوله ده في نقطه الجيمنج فقط، ولكن مثلا في الكاميرات والشاشه فالجهاز ده برده ممتاز. تاني جهاز وهو سفاح الفئه دي كلها الريلمي GT نيو 6. بنتكلم هنا عن معالج رائد وهو السناب دراجون ال 8S Gen 3، واللي بيحقق 1,554,000 نقطه اداء، فده رقم مرعب في الفئه السعريه دي. وطبعا ده واحد من معالجات ال 120 فريم اللي مش محتاجين نتكلم اقول لك هيديك كام فريم ومش كام فريم، ده معالج رائد هيديك تجربه العاب ممتازه و10 10 ايه 100 من 10. واللي حابب يعرف ده بيوازي ايه من معالجات الفئه الرائده، ده بيوازي السناب دراجون ال 8 Gen 2 اللي كان موجود مثلا في سلسله ال S23 الترا من سامسونج. تاني نقطة، الجهاز ده بيجي بشاشة خرافية من نوع LTPO AMOLED، و LTPO دي معناها ان تردد الشاشة هنا هينزل تحت ال 60 فريم او تحت ال 60 هرتز في حالة السكون، او لو انت ما بتستخدمش الجهاز تتفرج على صورة، قاعد مثلا ما بتعملش حاجة بتقرا مقال، وده بالمناسبة هيوفر لك جدا في الطاقة، مع السطوع الخرافي تحت عشاة الشمس اللي بيوصل ل 6000 نتس ده على كلام الشركة، ولكن الفعلي حوالي 1700 نتس، واللي بالمناسبة رقم برضه ممتاز. ثالث حاجة كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل فيها مثبت بصري OIS، تجربته بصراحة كويسة قوي، و8 ميجا بكسل كده خاصة بالالترا وايد مش ممتازه قوي. رابعا اكبر بطاريه معانا في الفئه دي بسعه 5500 ملي امبير اور، واسرع شاحن في الفئه دي بقدره 120 واط. الجهاز ده تقريبا بنتكلم بيشحن بالكامل في حوالي 20 دقيقه بس، فانت متخيل بتاخد بطاريه كبيره، يعني تجربه الاحلام في جزئيه البطاريه. خامسا الجهاز ده بيدعم كل المستشعرات. وسادسا عندنا تجربه صوتيه محيطيه. عيوبه واللي من وجهه نظري مش كبيره قوي بصراحه، اولا مفيش فتحه 3.5 مللي لتركيب السماعات، وتاني حاجه الجهاز ده بالكامل من البلاستيك. فلو ما يهمكش العيوب دي، فالجهاز ده سعره حوالي 20600 جنيه مصري وقت تصوير الفيديو ده. سعر ممتاز ولقطه لاي حد بيدور على موبايل شبه متكامل، فالجهاز ده تقريبا هو وحش الفئه السعريه دي. مش هقول لك بلا منازع، لان في جهاز تاني جاي قدام بيجي بنفس المعالج ده، فانت تختار بينهم بقى. والجهاز ده انتوا اكيد عرفتوه، لاننا هنتكلم عن تامن شركه معانا، شركه شاومي، والجهاز بتاعها الشاومي البوكو F6، لان بوكو تابعه لشاومي لو ما تعرفش. الجهاز ده بيجي بنفس المعالج الجبار السناب دراجون ال 8S Gen 3 مع شاشه ممتازه برده من نوع اموليد، والمحميه بطبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس فيكتاس، وسطوع تلقائي بيوصل ل 2400 نتس او 2400 شمعه، ولكن الفعلي هنا 1280، والشاشه دي بريزوليوشن 1.5K، يعني بتفاصيلها اعلى من اي شاشه فول اتش دي بلس. ثالث حاجه كاميرا خلفيه كويسه قوي بدقه 50 ميجا بكسل بمستشعر من شركه سوني، وفي برده
او مثبت بصري، وبطاريه عملاقه بسعه 5000 ملي امبير اور، وشاحن بقدره 90 واط. وخامسا عندنا هنا برضو ستيريو سبيكرز، ولكن عيوبه اولا ما عندكش فتحه 3.5 ملي الخاصه بالسماعات. تاني حاجه تصوير الفيديو في الكاميرا السيلفي هنا اخره بس 1080 بي. تالت عيب والرخم بالنسبه لي مستشعر المكالمات هنا سوفت وير مش هاردوير. ورابعا خامات تصنيع بالكامل من البلاستيك. طب الجهاز ده سعره كام؟ الجهاز ده سعره للنسخه ال 512 مساحه تخزين و12 جيجا بايت رام ب 21000 جنيه. هل كده سعره كويس؟ بصراحه كويس. ولكن النسخه الاصغر منه ال 256 جيجا و8 جيجا بايت رام ب 1400 درهم، يعني حوالي 16000 جنيه تقريبا. بالنسبه لي النسخه الاقل دي قيمه محترمه قصاد السعر اللي بتدفعه. وتاني جهاز من بوكو برضه هو الاقل منه شويه، البوكو اكس 6 برو. ده برضه موبايل ممتاز، ولكن المعالج هنا اقل شويه وهو الدايمنسيتي 8300 الترا. والبوكو سعره برضه اقل حوالي 17000 جنيه. فانت لو بتدور على جهاز يوفر معاك في الفلوس فطبعا تروح للبوكو، ولكن ما عندكش مشكله تطلع اكتر بالميزانيه وتاخد جهاز مثلا بتصوير احلى ومعالج اقوى فطبعا تروح للاف 6. وتاسعا شركه سامسونج، واللي اقوى موبايل عندها اللي لسه عاملين له ريفيو من كام يوم هتلاقيه نزل على القناه، وهو الجالاكسي اي 55. الجهاز ده مش بصراحه هرشحه قوي في الالعاب، هو كويس يشغل لك الالعاب على 60 فريم والدنيا حلوه، ولكن عمالين نتكلم دلوقتي على 90 فريم و120 فريم، مش مكانه هنا خالص. الجهاز ده مش حتته الالعاب. فانت بص انا حطيته بس من الاخر لاي حد عايز سامسونج قافل دماغه على سامسونج، فهو بالنسبه لك الاي 55 يا عم هو الخيار المثالي. الاكزينوس 1480 بيحقق اكتر من 700000 نقطه اداء، فيشغلوا لك ال 60 فريم مرتاحين يعني. لكن الجهاز ده مش حتته الالعاب. كده نكون استعرضنا كل الشركات، والفيديو تقريبا خلاص قرب ينتهي. ولكن تعالى بقى ايه اما اديك الملخص واقولهم لك بالترتيب كده من وجهه نظري. لو انا نازل اشتري هشتري من فيهم الاول. بالنسبه لي لو رايح اشتري والميزانيه بتاعتي لحد ال 20000 جنيه او 21000 جنيه، فاول جهاز معايا هيكون الريلمي جي تي نيو 6. تاني جهاز وراه على طول هروح للبوكو اف 6، ثم البوكو اكس 6 برو، بعديه الاوبو رينو 10 برو بلس، ثم الفيفو في 30، واخيرا لو عايز بقى اوفر شويه او حبه حلوين يعني هروح للانفينكس جي تي 20 برو. هتشقلب كده لحد ما اجيبه من بره. دي كده ترشيحاتي للالعاب للفئه المتوسطه. لو حابين ننزل بفيديو ترشيحات برضو للالعاب ولكن بميزانيات مفتوحه بقى، نتكلم عن الميزانيات كلها من اول 5000 جنيه لحد فوق بقى ال 40 وال 50000 جنيه، فاكتبوا لي تحت في التعليقات وارشح لكم في كل فئه سعريه الموبايل المناسب. ولكن ده كان رايي الشخصي. المهم رايك انت اكتبوا لي تحت في التعليقات، قول لي شايف ترتيب الاجهزه دي من الافضل للاسوء، هل تتفق معايا ولا عندك ترتيب اخر؟ وما تنساش بقى لو وصلت لحد هنا اللايك بتاعك الجميل، وتشترك لو انت مش مشترك عشان يوصلك جديد بنزله اول باول. انا عمر من قناه اوبي تك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.